هزيمة الأهلي بخماسية أمام سان داونز. الحقيقة النهاردة أنا هناقش معاك الموضوع بشكل مختلف، لأن طبعا كتير جدا من الناس اتكلمت في نفس الموضوع وكلمتك عن المشاكل اللي حصلت في الخماسية دي والخماسية اللي قبلها وأمور فنية كتيرة جدا ممكن يكون الكل اتكلم عنها. لكن النهاردة أنا هناقش معاك بشكل عام الأسباب اللي أدت إلى هزيمة الأهلي بخماسية، لأن خلي بالك وافتكر الكلام اللي هقوله لك ده عشان هرجع له كمان شوية. إن الهزيمة بخماسية دي لم ولن تكون أول هزيمة إذا الأهلي فضل ماشي بنفس السياسات ونفس الشغل ونفس الإدارة اللي هو ماشي بيها وشغال بيها. يبقى محور كلامنا مع بعض النهاردة هيكون على الجانب الفني وهيكون على الجانب الإداري اللي فيه مشاكل كتير، ويمكن تكون المشاكل اللي موجودة في الجانب الإداري أكتر بكتير من المشاكل الفنية اللي موجودة، لأن مارسيل كولر عشان ما نبقاش بنحمله أزيد من اللازم أدى الحقيقة الراجل اللي معاليه، وبيحاول بشكل أو بآخر إن هو يعالج لك بعض المشاكل الفنية اللي موجودة جوه الملعب بالنسبة للنادي الأهلي. خلينا نقول ان انا شخصيا توقعت هزيمة الاهلي، ممكن اكون ما توقعتهاش هزيمة خماسية، لكن توقعت هزيمة الاهلي من وقت ما سمعت المؤتمر الصحفي لمحمد الشناوي والتصريحات الغريبة اللي قالها، وهو قائد وكابتن فريق النادي الاهلي. النهاردة تصريحاتك مش محتاج ان انت توصل رسالة معينة انك تقول في اندية بتختار ملاعب غير الملاعب اللي بتلعب عليها كل ماتشاتها، تفتح الملاعب للجمهور بشكل مجاني، بتعمل احتفالات، لان كل ده واضح وباين انها من العوامل اللي هتكون سلبية بالنسبة لك وايجابية لسان داونز او لكل الفرق اللي بتلعب في افريقيا. طالما عرفت ان دي نقطة ضعف بالنسبة لك هتبدأ انها تشتغل وتلعب عليها. لكن انا شفت ان التصريحات دي بما انها كانت معروفة وما كنتش محتاج ان انت تقولها، لان مش كل اللي معروف ينفع انه يتقال. انا شفت انك انت بتصدر رسالة معينة لجمهور النادي الأهلي بتقول من خلالها إن ده هيكون مبرر للهزيمة. لذلك التصريحات دي زي ما قلت لك بالنسبة لي كانت مجرد إن هي تبريرات هيعطيها عشان لو حصل وإن الأهلي خرج بنتيجة سلبية زي ما حصل كده، يبقى في مبرر نقدر إن إحنا نعتمد عليه ونتكلم عليه. ارجع لكل الفيديوهات القديمة اللي كنت بتفرج أو اللي كنت بتكلم فيها عن الجزء الخاص بالأهلي والمشاكل والصفقات اللي ممكن يكون الأهلي محتاجها، وقلت لك وقتها، وترجع للحلقات واحطها لك كمان عندك، وقلت لك وقتها إن الأهلي من أهم المراكز اللي محتاج يدعمها هو مركز حراسة المرمى. وده الكلام ده كان كاتبه بيتسو موسيماني بالمناسبة في التقرير بتاعه، لأن قال بشكل صريح الكلام اللي بقول لك عليه ده. قال لك إن عامل السن بالنسبة لمحمد الشناوي أثر عليه، ومن ضمن التوصيات للصفقات اللي هو كان محتاجها إنه قال أنا عايز أتعاقد مع حارس مرمى، وده ما حصلش. عندك مشكلة في الباك اليمين بعد إصابة أكرم توفيق ولم يتم الدعم بالمستوى المطلوب. ما عندكش بديل لعلي معلول اللي واضح جدا 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 دوره إن هو بدأ عامل اللياقة البدنية يؤثر عليه. ولو تفتكروا في حلقة من ضمن الحلقات قلت أنا أخشى واخاف جدا على الاهلي من مشاركته في كاس العالم للانديه، لان ده يخلي اللعيبه عندها اجهاد، ولسه هيبقى عندك اجهاد محلي كمان، لانك هتلعب المؤجلات دي كلها امتى؟ وبعدين تعتذر عن المشاركه في البطوله العربيه، كانت هتبقى فرصه واحتكاك، وشكل الاهلي ربما ما يقدرش انه يكمل في دوري ابطال افريقيا، يبقى هينافس فقط على لقب الدوري، وربما الكاس في لقاء بيراميدز هيبقى الوضع مختلف شويه. طيب، لا صفقات قدرت ان انت تدعم بيها، تتكلم دايما على انك انت عندك بعض المشاكل الخاصة بالمهاجمين وان مفيش مهاجمين، يعني ما الدنيا كلها بتجيب. كونك انت ما عندكش المقدرة ان انت تدفع، خلاص ما تفكرش في منافسة، ما هي قصة كده. النهاردة انا لو مش هجيب صفقة هتبقى افضل من الصفقة اللي موجودة عندي او من اللعيبة اللي موجودة عندي، خلاص ما اشتريش خالص. يعني هي فكرة ان انا عشان يعني يبقى عندك مثلا لاعب زي اليو ديانج، لعيب ممتاز ولعيب رائع، لكن من الموسم اللي فات واضح ان الراجل عايز يمشي وسوء مستواه بيقول لك الكلام ده. طب ابحث له عن بديل ولا تمسك بوجوده، وانا عارف ان هو مش هيديني 30 40% من مستواه اللي هيقدر انه يشتغل بيه.
خلي بالك كل اللي انا بقول لك عليه دي يعني مشاكل اداريه بحته، وتؤثر عليك فنيا جوه الملعب. مش عارف تجيب مهاجم، ما عندكش بديل في الباك اليمين زي ما قلت لك، ما عندكش بديل لعلي معلول. وسط الملعب فرق معاك جدا جدا عدم وجود عمرو السولية، لان برضه ما عندوش بديل. طب النهارده انت هتنافس ازاي؟ يعني بعيدا عن قوة فريق سان داونز الفنية، لكن انت النهارده ما تخسرش منها 5 ابدا يعني. وبعدين المدرب يحط لك بعض طريقة اللعب او الخطة اللي هتلعب بيها، لكن لازم يكون انت ليك دور كلعيب. مواقف 1 ضد 1 بتخسر كل الكرات. لك ان تتخيل كده ان ياسر ابراهيم، وبرضه انتقدته قبل كده واتكلمت عنه، ورامي ربيعه نفس الموضوع، ان في عدم وجود لاعب زي محمد عبد المنعم في خط دفاع النادي الاهلي مع سوء مستوى المدافعين وسوء مستوى حراسه المرمى، تخيل كده معايا كان هيبقى مستوى دفاع الاهلي شكله عامل ازاي. يعني علي معلول حتى لو انت بتقول ان هو ليه دور هجومي، طب يبقى في حتى حد يعوض القصور الدفاعي اللي عنده من لعيبه نص الملعب، انه ينزل يغطي عليه لما يكون علي معلول في مرحله الهجوم. لكن في لعيبه فعلا لا دفاع ولا هجوم ولا تعرف القصه بالنسبه لها ماشيه ازاي. موضوع ببساطه هي منظومه، احنا مش قادرين نقتنع هنا في مصر بالموضوع ده. احنا كل اعتقادنا ان عشان تكسب لازم يبقى عندك مدرب كويس، كل اعتقادنا عشان تكسب لازم يكون عندك لعيب كويس. كل الناس ما بتتكلمش على الاداره، لكن اي خلل في هذه المنظومه طبيعي جدا جدا انك تشوف النتائج بالمنظر ده. وبعدين انا ما بكلمكش هنا في نتائج الاهلي بس، يعني تعال اتفرج على نتائج الاهلي والزمالك والانديه المصريه اللي بتشارك سواء فيوتشر او بيراميدز بكل الامكانيات، لان برضو بيراميدز ما عندهمش اداره خلي بالك. يعني هي نفس الازمه اللي موجوده في معظم الاداره للكره الرياضيه في مصر كلها، او الاداره الرياضيه في مصر كلها، هي نفس الازمه موجوده عند بيراميدز، حتى رغم انه ما بيمتلكوش مصريين لكن هم عندهم مشاكل اداريه بحته. هي الفكره مش في ان انا بشتري لعيب او لجنه التعاقدات بتتعاقد مع لاعب كل همي ان انا اكوش عليه عشان النادي سين او النادي صاد ما ياخدوش. القصه مش كده خالص. قصه ان انا بجيب لعيب افضل من اللعيبه اللي موجوده عندي، ما عنديش لعيب افضل من اللي موجود خلاص ما بتعاقدش معاه. وبعدين حد يقدر يقول لي فين قطاع الناشئين؟ يعني فين اللعيبه اللي المفروض انها تطلع وتأدي بشكل جيد؟ يعني انا ده مش شايفه. الناس تقول لك ان بديل علي معلول لاعب زي مثلا محمد اشرف، طب الراجل ما بيشاركش. هو عنده مشكله في الاندفاعات، هو لعيب كويس جدا، لكن عنده مشكله بيندفع في بعض الاوقات، محتاج انه ياخد خبرات. طب الخبرات دي هياخدها ازاي لما يشارك؟ بعدين بتعتمد على مجموعه لاعبين كقرار جهاز فني لغايه ما اللعيبه دي انهكت من بدايه الموسم. كاس العالم للانديه، المشاركه في دوري ابطال افريقيا، كلها حاجات غير تلاحم المواسم اللي كانت قبل كده. سياسه الروتيشن او التدوير اللي بتتعمل كولر مش قادر يعملها، عشان كده بقول لك ما تظلموش. ليه هو مش قادر يعملها؟ لان الكواليتي بتاعت اللعيبه اللي موجوده على الدكه مش نفس اللعيبه الاساسيه، والراجل عايز يكسب. يعني لو انا عندي دكه قويه ومدعم بصفقات قويه هقدر ان انا اعمل روتيشن او تدوير واريح بعض اللعيبه. لكن النهارده لما بريح ولاعب واحد من اللي موجودين على الدكه ما بيقدمليش 30 40% بمستوى اللاعب الاساسي، اضطر اللاعب الاساسي. ما هو المدرب في النهايه عايز ينجح وعايز يكسب يعني. فيعني اعتقد ان اداره الاهلي محتاجه انها تعيد النظر فيما يخص فريق الكوره، عشان المشاكل اللي موجوده فيه كتير. اعتقد ان لجنه التخطيط اللي موجوده يحتاج الاهلي انه يستعين بالعديد من العناصر اللي موجوده زي هيثم عرابي كده يا جماعه. يعني الراجل ده لما كان موجود انتوا شفتوا عمل تيم في اسوان شكله عامل ازاي. موضوع ان انت مش عايز تجيبه عشان هو كان محسوب على رئيس النادي السابق او غيره، في النهايه انت بتبص لمصلحه الكيان، هي دي اهم حاجه. فاي حد هيقدر يساعد عشان يخرج الاهلي من كبوته يساعد، حتى لو هو ما كانش محسوب عليك كرئيس نادي ومحسوب على غيرك. لكن كونك انك انت ده عشان قريب ليك فيبقى موجود في المنصب سين وموجود في المنصب صاد، يبقى انت كده ما بترجحش مصلحة النادي العامة على مصلحتكم الخاصة. اشوفكم في حلقات جديدة.